الملك محمد السادس قبل قليل في الخطاب الملكي الشريف قال: كونوا رعاكم الله في المستوى أو في مستوى الثقة الموضوع فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، ومتى تطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران الذات. وقال أيضا الملك محمد السادس قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وقال أيضا الملك محمد السادس: ننتظر وتيرة أسرع وأقوى للنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل. هذا ما قاله بالضبط. بالنسبة للناس اللي ما تفرجوش أو ما حالفهمش الحظ أنهم يشاهدوا الخطاب الملكي في البث المباشر، أو بالنسبة للناس اللي فوتوا الخطاب الملكي، فهذا ما قاله جلالة الملك محمد السادس قبل قليل في خطاب الملكي الشريف بالحرف الواحد. أجن تعرفوا بالتفاصيل شنو قال وبالحرف الواحد: أدم الله عزه ونصره أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين، ملك العلم والأصالة والانفتاح، ملك الضعفاء، ملك المحتاجين، ملك التواضع، الملك الوحيد بعالم بأسره الذي يبدأ خطابته الشريفة بعبارة شعبي العزيز. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك معي. والآن بعجالة إلى التفاصيل مباشرة. هذا ما قاله الملك محمد السادس قبل قليل من الآن، قبل ساعة تقريبا، في الخطاب الملكي الشريف وبالحرف الواحد. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، نفتتح اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب، وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية. كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعيين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية. ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين. كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا. وفي نفس السياق ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة خاصة أو بصفة مباشرة. يقول: وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتها أنتم السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين، كما أنها أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني. وبلادنا والحمد لله تفتح الباب من خلال الديناميات التي أطلقناها أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته. فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية. لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات. فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية يقضي تغييرا ملموسا في العقليات وفي طرق العمل،
وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج بناء على معطيات ميدانية دقيقة واستثمارا أمثل للتكنولوجيا الرقمية. ولذلك ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي. وفي هذا الصدد ندعو الجميع كل من مواقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي. إضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضا على القضايا التالية: أولا، إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها. ثانياً، التفعيل الأمثل والجدي للآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثاً، توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعا حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا رعاكم الله في مستوى الثقة الموضوع فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. كنكونوا إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو الإخباري الجديد، أو هذا ما قاله، أو بخصوص ما قاله الملك محمد السادس في خطابه الملكي الشريف، والذي كان قبل قليل من الآن. هذا الخطاب الذي كان ينتظره المغاربة طيلة هذه الأيام بفارغ من صبر، والذي كان خطاب للتاريخ، ودائما كما العادة خطاب في المستوى المطلوب كما العادة. شكرا لكم متابعينا الكرام على طيب الاستماع. نلتقي بإذن الله في فيديو جديد مع خبر جديد. دمتم سالمين، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.